يا نهار ابيض ده بيرن. استنى كده، قدامي ساعة عشان اوصل. الو، السلام عليكم، كيف الحال؟ انا قدامي 5 دقايق بالظبط وهبقى عندك. انا جاي اهو في الطريق، 5 دقايق بالظبط وهبقى عندك. يلا سلام سلام. يا عم بالراحة بالراحة، انت اعمى، بالراحة. مستغرب اللي انا عملته ده كله؟ كدبت كدبه اللي بعض الناس بيسموها كدبه بيضاء او صغيره، اذيت اللي قدامي وشتمته، بسمع اغاني وانا ماشي. الحاجات دي عايز اقول لك ان يوميا بتحصل في حياه كتير مننا، التلاتة مع بعض، واحيانا بتبقى واحده او اتنين منهم. طيب ايه العمل؟ طبعا اهم حاجه ان احنا نحاول نتجنب ان احنا نقع في الاخطاء دي، نحاول نتجنب ان احنا نعمل المعاصي دي. بس انا هقول لك برضو بعض الافكار اللي تحاول تقولها دايما، اللي تساعدك ان انت تكفر ذنوبك دي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا ثم قال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. مستني ايه؟ وقف الفيديو ده حالا وقول الأذكار دي، ساعد نفسك دلوقتي. ولما تخلص تساعد نفسك ما تنساش تعمل شير ولايك عشان تساعد الناس يوصل لها الفيديو ده، وتساعد الناس تساعد نفسها كمان. ولا انت عايز تساعد نفسك بس؟ لسه اللي جاي خير. السلام عليكم.